لكن لما وصل حصل اللي محدش قدر يفسره لحد النهارده. القرية كانت صامتة تماما، مفيش صوت ولا حركة. جو نادى على الناس اللي يعرفهم، مفيش حد رد. دخل أول كوخ، لقى الأكل لسه على النار، السرير مفروش، ولعبة طفل صغيرة مرمية على الأرض. راح للكوخ اللي بعده، نفس الحاجة، كل حاجة في مكانها، بس الناس اختفوا. لا جثث، لا أثر أقدام، لا دم، كأن القرية كلها اتبخرت في ثانية واحدة. جو جري بلغ الشرطة، وبعد ساعات رجعوا معاه فرقة إنقاذ. لكن المفاجأة الأكبر إنهم لقوا إن المقابر في طرف القرية مفتوحة والتوابيت فاضية، وكأن حد خرج الموتى كمان. الشرطة بدأت تحقيق، بس كل الأجهزة اللي حاولوا يستخدموها، البوصلة، اللاسلكي، حتى الكلاب المدربة بدأت تتصرف بغرابة. البوصلة تلف حوالين نفسها، والكلاب ترفض تتحرك خطوة ناحية القرية. وبعد كام يوم التحقيق اتقفل فجأة. الحكومة قالت إنها مجرد إشاعة، وحرمت